السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ والله عم سجل هالفيديو وأنا حاسة كل طاقتي مستنفذة. بتعرفوا هاد اللي حاسس حاله عم يموت وعم يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ يشهد الله أنا هيك. من شوي كنت عم حاكي حدا غالي على قلبي كتير ومن عيلتي، بالسنة مرة لنحكي تليفون طويل بحكم كل واحد ببلد وهموم هالحياة يا الله يا الله، كيف الدنيا عم تركض، كيف عم تضيع من بين ايدينا ما عم نحس، كيف العمر عم يروح، كيف انه ممكن تتركي حدا ترجعي تلاقيه هذا الحدا مو هو. بتفاجأ والله انا مالي متذكرة شو اللي فتح الحديث. عم حاول هيك ارجع تليفون من اقل من نص ساعة، بس عم حاول ارجع بذاكرتي شو اللي فتح الحديث، انه نحكي بالدين وهي الامور، والله ما عم بتذكر. حاسه حالي صار معي مثل فقدان ذاكرة مؤقت، ما في بعقلي هلا غير الكلام اللي انحكى. المهم ما بعرف شو اللي فتح السيرة، بس عم نحكي على الصلاة. ايه هلا تذكرت انه يعني عم اقول للشخص انه انت غالي، ودائما يعني بتوقع انه ان شاء الله رح تتحسن، يعني امورك رح تقوم بهالامر يلي انه يعني انا بحسه انه تقصير باوامر الله. هذا الامر عم فتحنا سيرة الصلاة، انه كيف الصلاة. قال شو الصلاة يعني، انه في امر بالصلاة بالقرآن. انت قريتي القرآن منيح، تمعنتي بآياته؟ قلت ايه لك طبعا. قال وين الامر بالصلاة؟ قلت له الامر بالصلاة بالاسراء والمعراج. قال طيب شو اللي مخليكي انه مقتنعة انه صار اسراء ومعراج؟ قلت شو هالحكي؟ قلت له بالقرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هلا أنا سامحوني، عن جد سامحوني، ما حضرت أبدا، خايفة أقرأ آية ناقص فيها شيء أو أنه ممكن أحكي. والله 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 إنه عقلي فات ببعضه، والله ما عم جمع، ما في شي هلأ هيك بيشفي قهري غير إني أبكي 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 والله، وأصرخ أصرخ أصرخ عبي الدنيا صوتي. يا الله ليش هيك حال المسلمين؟ ليش هيك قال حالنا؟ ليش لهون وصلنا يا الله؟ يا الله شو الامتحان الصعب اللي وضعته فينا؟ هالحرب يلي شتتتنا وشردتنا وضيعت أخلاقنا وديننا، لك مو عاداتنا وتقاليدنا والله كانت كلها أخلاق وحشمة وستر وحياء وخوف من الله، لك حتى هي ضاعت. والله العظيم القهر اللي بقلبي، الغصة اللي عاسستها، والله متمنية تطلع روحي لأرتاح، بس على قد يا جماعة أنا كنت بدي ساوي فيديو مشان أهلنا بفلسطين، وأنا مو قصدي على كل اللي بدي أحكيه، يعني مو القصد فيه كل شي عم يصير، لا، لأنه كله هذا صحيح عم نشوفها بفلسطين، بس نحن عشنا، صحيح أهلنا بفلسطين قبلنا، بس عم نحكي على الوضع هلا عم يصير بفلسطين. نحن بسوريا عشنا، يعني إنه كل شي عم يصير عم نطلع هيك عم يحترق قلبنا، بس نحن كمان عشنا هذا الشي وما طلع بإيدنا شي، ما لنا غير الدعاء بالفرج.
والرحمة من الله بقلوبنا وبأرواحنا لنقدر نكمل هالحياة. أنا كان بدي أحكي عن فلسطين، عن الناس اللي عم تتاجر بدم أهلها. يعني الشاطر هلأ اللي بده يطلع الترند، ولا اللي بده يحكي عن شو عم يصير بغزة ورفح وتابعوني. يعني قسما بالله أكثر من حدا بفلسطين بقلب الردم والقصف عم يصوروا، وإنه أنا طالعة أتكزدر وإنه سمعوا صوت الطيارة. مو هي نقطتي، يعني ممكن إنه نورجيهم قديش قوايا، بس نقطتي الفيديو اللي بيطلع. والله أنا بشكركم كتير اللي وصلتوا بنتي، يا ريت صوتي يوصل لهالجماعة بالذات، لهدول يلي عم تقول أنا بشكركم اللي وصلتوا بنتي للمليون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا ربي دخيلك واللطف بقلوبنا اللي ما عادت تتحمل. لكن ناس مجازر، وانت قاعدة عم تتشكري انك وصلنا، انه وصلوا بنتك للمليون متابع. لك شو عم يصير بالدنيا؟ لك هدول من قلب الحدث، هدول من قلب القصف والمجازر والقهر. يلي عم يعتبوا انه على المشاهير اللي ما عم تتضامن او ما عم تحكي، على شو عم تعتبوا؟ والله بدي بس قوة لحتى يضل عندي شوية نفس لكمل هالفيديو، انه عن جد حاسة قلبي رح يوقف. لك على شو عم تعتبوا؟ ولا على مين عم تحكوا؟ لك اذا الناس عايشة هنيك لك هيك كحلتها. يعني والله ما بعرف شو بدي احكي، بس انتم متعودين علي بحكي اللي بقلبي. لك الكحلة الماي عالة فوق عينها شبر. انت صاحبة قضية، انت قاعدة بمكان ما بتعرفي بأي لحظة تلاقي رب العالمين. شو القلوب الميتة؟ لكن فهمنا طلعنا وبدك متابعين ولا بس يعني فاضية للميك اب كمان. والله العظيم شيء بضحك من كتر القهر، والله شيء يدعو يعني هيك، والله شيء بيخلع القلب. شو السخافة، شو الانحطاط، شو انعدام هالضمير والأخلاق. والله ما عم لاقي كلام، والله ما عم لاقي حروف بالأبجدية العربية تسعفني. يمكن كان لازم أحكي يمكن غير لغات أو أتعلم غير لغات، بركي في هيك مصطلحات تنقال بتفش القلب. حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا من امبارح مقهورة وغصة، عم إجا تليفون اليوم كمل علي، عم قلت ما رح أهدى ولا رح كن لفش قلبي. يعني الله يعفى عني، أنا من الأشخاص إذا ما حكيت عن جد وفشيت قلبي يعني بحس حالي من جوا خلص إنه والله بحس إنه إيه عمو، يعني بدي موت قهر. ما هيك بحس إنه خلص أنفاسي رح توقف. لوين وصلنا؟ حتى نكذب الإسراء والمعراج، يعني تكذيب لكلام الله. ولا الشيء اللي بداية أكتر إنه نحن عم نقله سيدنا محمد، يعني الطريقة اللي عم يصير الحديث فيها إنه إيه وهي كل الأنبياء. إيه بنؤمن نحن بكل الأنبياء؟ مين قال ليش ما بنؤمن بكل الأنبياء وبالرسل وبالرسالات والكتب السماوية؟ نؤمن بالإنجيل والزبور والتوراة. بس الدين اللي أوجده الله رب العالمين بعد ما أنزل الرسالة على سيد رسول الله، قال حتى ليش بقول سيدي، نحن عم نقله. لك يا جماعة نحن إذا فتنا على رئيس جمهورية اللي ما بيغطس شعره، خاصة رؤساء هالأيام وحكام هالأيام يلي ما بتمت للأخلاق ولا للضمير بصلة، رغم هيك بنكسر على أنفنا ومنعاملهم بمكانتهم، نقول سيادة الرئيس فرضا أو سيادة المدير، إذا مديرك بالشغل أو شيء بتحترمه. بقى النبي يلي رب العالمين أرسل لنا يا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لك الله بعث لنا يا ليرحمنا فيه. قال ليش عم نقول سيدي رسول الله؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.
والله 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 بعمري ما غضبت الغضب اللي غضبته اليوم. والله العظيم حسيت الأرض عم تتزلزل من تحتي. لا مو هيك. قال نحن أولاده لله، وسيدنا عيسى ابن الله. قال لأنه هيك خلق. قلت له هو روح الله. قلت له مو ابن الله، روح الله. قال ايه ونحن أولاده لله. قلت له نحن عيال الله. عيال الله شو يعني عيال الله؟ يعني الله متكفل فينا، عائلنا، مو نحن أولاده. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض أن دعوا للرحمن ولدا. لك شو الناس عم تضيع؟ لك شو عم يصير؟ لك الناس اللي بأوروبا لك ما فيهم رجل رشيد، ما في امرأة رشيدة تدور وتشوف الناس اللي هنيك الضايعة، تشوف النسوان اللي عم تنغسل عقولها لما دوبكن تصوروا وفطوركن وغداكن وصحونكن اللي بترتبوها. هدول اليوتيوبرية اللي قاعدين بأوروبا ولا المكان الفلاني، ولا نحن بألمانيا، ولا نحن بالسويد، يلي قاعدين عم تصوروا فيديوهات لتورجوا الناس السيارات. شو بدي احكي؟ لا احكي ما عم تعرفوا توصلوا لهالناس اللي عم تضيع، ما عم تعرفوا تجتمعوا تحكوا لكم كلمة بما يرضي الله. والله العظيم أي والله صدق سيدي رسول الله أنه يأتي على أمتي زمان الفتن فيها كقطع الليل. الله يا رب ثبتنا، اللهم ثبتنا بقولك الثابت. لكل بداية أكثر وقت عم قل الله يردك لدينه ردا جميلا ويصلح حالك. قال أنا مردودة، أنا مصلوح حالي، بس أنتي الله ينور بصيرتك يلي مالك عرفانة شي بالدين، يلي إنه الصلاة هي صلة روحانية مو صلة نطج ونركع. والصلاة على النبي، ليش منصلي السنة نحن؟ هذا من ضمن الحديث. ليش نحن قال منصلي السنة؟ قلت لها هلأ أنتي يجيكي أستاذ بجامعة ومكانة مرموقة وذكاء واجتهاد، تروحي لعنده تقولي له أستاذ أنا بدي صير مثلك، أنت شو طريقتك لو وصلت لهالمكان؟ بيقول لك عملت كذا كذا كذا. تمام يلا تعال بدي أعمل مثلك. قلت له كيف؟ رب العالمين يلي قال عن سيد رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. شو يعني؟ يعني نحن وقت نقتدي فيه بدنا نوصل لهالمكانة، ما رح نوصلها يعني بس عم نسعى انه نوصل لهالمكانة، نقلد سيد رسول الله اللي رب العالمين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يلي رب العالمين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله نصلي عليه. شو بدكم مكانة أكثر من هيك لسيد رسول الله؟ نحن عم نقله. وهي سيدنا عيسى له معجزات وأحيا وأبرأ من هالحكي. قلت لها نحن بنآمن بسيدنا عيسى. مين قال ليش ما بنآمن؟ سيدنا موسى بنآمن بالكتب. قال مين قال إنه القرآن محفوظ؟ قلت لها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت لها هذا مو القرآن الكريم اللي عم تقولي أنت ما بتآمني غير بالقرآن. هي القرآن فيه دليل عن مكانة النبي. هي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال إيه مو شرط. قالوا مين قال لك إنه تحرف الإنجيل؟ أنا متأكدة إنه في دعوة نصرانية فايتة بعقلها بشكل إنه عاملة غسيل دماغ، يعني ما في هيك كلام تاني أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل. وقت عم تحكي عن النبي قلت لها بالقرآن الكريم أنت ما بتؤمني غير بالقرآن؟ قلت لها عم تقولي بالقرآن الكريم إن هو إلا وحي يوحى.
يعني كلامهم وحي. أصلا القرآن نبي أمي، النبي أمي، كيف قدر يحكي بالقرآن؟ كيف قدر يحكي لو ما رب العالمين أنزل عليه القرآن الكريم؟ أما أجيب دلائل من القرآن صار شو عرفنا ما في تحريف القرآن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم ثبتنا، لأنه والله بهالوقت ما عم نضمن. والله يا جماعة لكم الصدق والصراحة وصرت خاف على حالي كتير، حتى أوقات عم خاف أحكي، لأنه حتى نعمة إنك تحكي هي بتخوف. يعني والله أنا مرة قالوا لنا، يعني شو حكت كلمة، إنه قال أنا ما بسمع من شيخ، أنا ما بسمع غير من القرآن، والمشايخ كلها مين ساواهم؟ قلت لها العلماء هم ورثة الأنبياء. بعدين رب العالمين حفظ القرآن وحفظ سنة نبيه، حفظها لنوصل لهاليوم يلي نقدر نحكي فيه، يعني نحكي فيه بالقرآن وبسنة سيد رسول الله، لأنه هذا الدين اللي هلأ رب العالمين أوجده. صرت خاف من هالنعمة إنه تزول، لأنه هلأ نحن بزمن اللي عنده شوية دين وإيمان، وهذا والله العظيم الناس عم تطلع عليه. الله يجيرنا والله، حتى بالإيمان والدين في حسد. يا رب تحفظنا، يا رب تبعد عنا كل أذى وكل حاسد. إنه عندك شوية دين لك بتكوني قاعدة بمجلس أو شي، ممكن يعني تفلت منك كلمة إنه الله يعفو عنا. والله أنا هيك يعني مرة أكثر من مرة اجتمعت تكون صايمة، بتصومي والله العظيم مرقت فترة إنه يعني الله شو بيقدرني فرضا ممكن يطلع بإيدي إنه صوم نوافل. صايمة مرقت فترة حس إذا بدي صوم يعني كأنه والله العظيم يا جماعة بدي جهاد لأقدر صوم، حس ما عم بقدر صوم. صرت أدعي وأقول له يا رب ترفع عنا. هون استوعبت إنه بالفعل في حسد حتى بالإيمان، في حسد حتى إنه الواحد يكون قريب من الله. لك والله صرت خاف أحكي يا رب ما تزول هالنعم علي. يمكن أنا أسوأ وحدة على وش الأرض، بس والله ما قدرت أتحمل وقت سمعت هالحكي، ما قدرت أتحمل والله. وما غضبت غير لله، والله ما غضبت غير لله، والله ما غضبت غير لله. إنه يا رب لوين لسه رايحين؟ يا رب دخيلة. صرنا نخاف على أولادنا، إذا الكبار بأوروبا هيك صار فيهم، أولادهم شو بده يصير فيهم؟ إذا الأم أو الأب عم يوصل للمرحلة الأولاد أي مرحلة بدهم يكونوا؟ يا رب حفظك، يا رب حرزك، يا رب ردنا إلى دينك ردا جميلا، يا رب تولى المسلمين، يا رب أعزنا بالإسلام، يا رب أعز الإسلام بنا بأولادنا يا أرحم الراحمين. يا رب لا تضيعنا، يا رب ما تركنا بلادنا وأهلنا وبيوتنا وحياتنا لا نضيع بالغربة يا رب. والله العظيم قلبي عم يتفطر، الناس تركت حياتها، أهلينا ماتت ونحن بعاد عنا، أولادنا بعيد عنا، شردنا والله العظيم فضينا، والله من جوا فضينا. لك ما عدنا حسينا بشي، لك غير الضياع ما في بحياتنا. بيشتهي الواحد يتكي على كتف اخته، بيشتهي يتكي على كتف اخوه، ما في حدا جنبنا، كل واحد بديره. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب ما صار كل هاد لتضيعنا، يا رب تولنا ردنا إلى دينك ردا جميلا، بعزة لا إله إلا الله، بعزة محمد رسول الله. لك في عظمة أكثر إنه قرن الله رب العالمين الأذان بسيد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قرن الشهادة، قرن إثبات
إنك مسلم بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شو بدنا أكتر من هيك ليثبت لنا مكانة النبي؟ يا رب رحمتك بقلوبنا الضعيفة، بأرواحنا لهالشي يا رب. يا رب ما بنملك من أمرنا شي، مالنا غيرك أنت يا رب. تتولانا، ترحمنا، ترحم أهلنا يلي ببلاد الغرب يا رب، ترحمهم، تتولاهم، لا تضيعهم. لسه شوي البلد المسلم الأذان شوي بحركنا، بخلينا متذكرين إنه الشهادة اقترنت. الشهادة هي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. بس الغرب اللي ضاعوا، اللي ببلاد الغرب، اللي مامي لك. والشي المؤسف والشي اللي بيحرق القلب إنه عم نلاقي أجانب كتير عم تسلم ونحن المسلمين عم نضيع. يا رب عفوك، يا رب رحمتك، يا رب ولايتك، يا رب كرمك، يا رب وعدك الحق، يا رب إنه ترحمنا، يا رب ترحمنا بس بإيماننا بأنك واحد أحد. يا رب ترحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. سامحوني على هالحدة اللي احتديتها، بس والله يعني أنا كنت حاسة حالي بدي موت قهر، والله العظيم ما عاد طلع نفسي. مشان هيك عبيت فش قلبي وأحكي، لأنه ما عدت قدرت أتحمل. الله يجبر خاطرنا، يبدل حالنا جميع لأحسن حال، يصلح شأننا ويردنا إلى دينه ردا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.